بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم معايا في القناه. ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفه تاع اليوم اكيد عرفتوها بعد ما درنا في الفيديو السابق وصفه خبز الشاورما، فاكيد وصفه اليوم راح تكون وصفه طاكوس منزلي مفرمج وبكريمي من الداخل ومحمر من برا. هذه الوصفه خاصه للناس اللي يحبوا الاكلات السريعه لكن بطريقه منزليه ونظيفه. رافقت الطاكوس بصوص ابيض بالياغورت ناتور والفرماج. تبعوا معايا خطوه بخطوه باش نجحكم الوصفه، ونبداو باول حاجه واللي هي المكونات. عندنا عصير نصف حبة ليمون، 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة لا موطارد، ملعقة كبيرة صلصة طماطم، علبة ياغورت ناتور، ملح، سكينجبير، كركم، فلفل أحمر، توابل الشاورما، قزبر مطحون، قرصة تاع قرفة، قليل من الكمون، فلفل أسود، و2 فصوص ثوم مبشورة. وعندنا الدجاج هنايا الكمية اللي تبغيها نتيا، وتكون مقطعة شرائح كما راكم تشوفوا. نحطو كامل التوابل في هذاك الدجاج، نزيدو عليهم عصير نصف حبة ليمون، 2 ملاعق زيت زيتون، ملعقة صغيرة لا موطارد، ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ونضيفو عليهم علبة ياغورت ناتور. وهذه هي التتبيله تاع صدر الدجاج. نخلطوا مليح المكونات مع بعضياتهم باش صدر الدجاج ياخذ نكهات تاع التوابل وتاع زيت الزيتون والليمون باش يدخلوا فيه. ونغطيوه بكيس بلاستيكي، نخليوه يرتاح وشحال ما يرتاح الدجاج يعطينا نتيجه جيده. هنا بعد ما ريح مليح نحطوه في مقلاة تكون مسخنه من قبل، كنا درنا فيها شويه تاع زيت ونحطوه فيها ونخليوه مليح، نخليوه يتقلى على خاطره. شوفوا هنا كيفاش راه فيه هذاك لاصوص تاعه، نخليوه يطيب حتى ينشف من لاصوص. شوفوا كيفاش نشف، هذيك لاصوص كامل مشات ما قعدتش. كي يطيب الدجاج نحيوه من المقله، وهذاك الزيت تاعه وهذيك لاصوص اللي كانت قاعده هذوك التوابل كامل نضيفوا عليهم ملعقه تاع فرينه كبيره ونخلطوها مليح مع هذاك الزيت، نخليوها فيه نخلطوها مليح ما نخليوهاش تنحرق. كي تبدي دير هاد الفقاعات نضيفوا عليها كاس حليب بارد، ما يهمش يكون سخون، ونخلطوه حتى تبدي تتقال تولي شكل كريمي. بعدها نزيدو الفرامج، فرماج رابي وفرماج مثلثات ولا جبن ابيض كما تبغيو نتوما. نخلطو مليح. انا هنا بعد ما خلطت وداب الفرماج حسيت بلي لاصوص مازالها ثقيله، ضفت عليها نصف كاس حليب وزدت خلطت مليح باش تدخل الحليب في لاصوص تاعنا. زدت هنايا الملح والفلفل الاسود وبقيت نحرك حتى طابت لاصوص تاعنا ولا القوام تاعها كريمي. شوفوا هذه هي النتيجه تاعها، هذه هي لاصوص اللي غادي نديروها في الطاكوس لداخل. شوفوا القوام تاعها شحال شباب. نفوتو دركا لاصوص بلونش اللي راح نرافقوا بها الطاكوس تاعنا. تبعوا معايا واش راح نحتاجو في المكونات تاعها. عندنا علبه ياغورت ناتور، 2 حبات فرماج، ملعقه كبيره زيت زيتون، عصير نصف حبه ليمون، لي زيرب دو بروفونس ولا زعتره، 2 فصوص ثوم مبشوره، وملح وفلفل اسود. نحطوه في بول كامل المكونات تاعنا ونخلطوهم مليح باش يتجانسوا ونتحصلوا في الاخير على خليط كريمي اللي غادي نرافقوا به الطاكوس تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاع لاصوص بلونش تاعنا، تجي مليحه مع الطاكوس ولا اي ساندويتش واحد اخر. هذه هي المكونات النهائيه تاع الطاكوس. بطاطا مقليه، انا زدت هنايا فيونداشي، دجاج مقلي، جبن مبشور ولاصوص اللي خدمناها مع بعض. نجيبوا الان الخبز ونبداو نعمروه في الساندويتش تاعنا، نحطوا لاصوص اللي خدمناها مع بعض، نطليو كامل الوجه تاع الخبز بها، نضيفوا القليل من البطاطا المقليه، شويه فيونداشي على حسب الرغبه تاعكم، شويه تاع الدجاج، نضيفوا الجبن المبشور، وكلمسه اخيره نحطوا شويه مايونيز ونغلقوا الساندويتش تاعنا ونحطوه يا اما في بانينوس بريسيوه ولا نحطوه في الطاجين نحمروه، كل وحده وعلى حسب الرغبه تاعها. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع الطاكوس تاعنا وتاع لاصوص. صدقوني هذه الوصفه ناجحه 100%، خاصه للناس اللي يفضلوا الساندويشات والاكلات السريعه. بكل صراحه هذه اروع وصفه طاكوس راح تجربوها، افضل من تاع المطاعم. الساندويتش كريمي ومفرمج والخبز خفيف وبنين وما كانش كيما الحاجه اللي تخدميها في الدار. وحتى وصفه لاصوص بلونش رائعه تقدري ترافقيها.
مع اي ساندويتش، والصور راها توضح واش راني نحكي. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم. ما تنساوش تحطوا لي جيم لا فيديو وتحطوا لي ارائكم في التعليقات، واللي ماشي مشتركين في القناه يشرفوني بالاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام.